السلام عليكم. انا عارفه ان اللحمه غاليه، بس ايه رايكم ما تيجوا نجدد في طبق اللحمه اللي بنعمله؟ اطباق اللحمه بتاعتنا، نعمل طبق لحمه لذيذ وداخل علينا عيد الاضحى ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين. هنعمل لحمه بالثوم والبقدونس، حاجه كده لذيذه جدا، هتعجبكم وهتعجب الاولاد، وسهله جدا في الاكل وسهله في العمايل. هناكلها جنب رز، جنب عيش، اللي يعجبكم. شايفين جميل ازاي؟ ما شاء الله، مستويه وجوسي وتحفه. وعملت جنبها شويه رز كده بالبسله والجزر، واللي يعجبكم اعملوه. اهم حاجه تجربوا الطبق ده وتقولي لي ايه رايكم ايه. يلا بينا نبدا. عندي هنا لحمه قطعتها مكعبات متوسطه، لا كبيره ولا صغيره، لان هي كده كده هتقل. وتبلتها بشويه ملح وشويه فلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وشويه زيت، وهقلب الخليط ده كله مع بعضه. تمام. وعندي طاسه سخنتها على البوتاجاز وحطيت فيها شويه من الزيت، وهنزل باللحمه شويه شويه، مش هنزل بيها كلها عشان ما تنزلش الميه بتاعتها. انا عايزاها تاخد تحميره حلوه وما تنزلش الميه بتاعتها. اول ما تاخد تحميره من الجنب التحتاني، هقلبها على الجنب اللي فوق، وهكذا زي ما انتوا شايفين. ما خدتش وقت والله تماما. واي قطعه لحمه ممكن تعملوه بيها الطبق ده. كده بقلبها على الوش التحتاني او الوش الفوقاني عشان تتحمر زي اللي تحت بالظبط. واول ما يتحمر ارفع اللحمه كلها. خلاص رفعت اللحمه اهو زي ما انتوا شايفين، خدت لون حلو واستوت تقريبا 60-70%. في نفس الطاسه احط حته من الزبده. تمام. وعندي بصل. طبعا انا ساعات كتير ببقى مفرزه البصل، فده بصل متفرز. طلعته حطيته في الطاسه على الزبده كده، وابتدي افكه على النار ويدبل البصل، وانزل عليه بمعلقه من الثوم، واقلب فيهم لحد ما ريحه الثوم تظهر. وبعد كده احط عليهم شويه من البقدونس، شويه كده معتبرين حلوين، واقلب الخليط كله مع بعضه. وهطفي الخليط بقى بخل بلسمك او خل ابيض عادي اللي يعجبكم، بس الخل البلسمك بيديها مزازه كده وطعم ميه. وشويه شطه حبيبات اللي هي الفليكس، وشويه ملح. وانزل باللحمه بتاعتنا بقى، ونقلب كل الخليط ده مع بعضه عشان كل المكونات والروايح تمتزج مع بعضها ويكملوا سوا مع بعض. ما شاء الله شكل الطبق تحفه. هسيبه على النار شويه لحد ما يستوي. دقت الملح بتاعه لقيته محتاج ملح، وبرضه زودت له شويه شطه. ما شاء الله الطعم كان لذيذ والشكل كان لذيذ جدا وشكله حلو جدا. كده اللحمه استوت. وكنت نسيت احط عصره من الليمون، حطيت عصير نص ليمونه كده. وبرضه ساعه التقديم بحط شويه بقدونس عشان يبقى لونهم لسه اخضر. واقلب واقدم الطبق بتاعنا. زي ما قلت لكم، انا عملت جنبهم شويه رز بالبسله والجزر، اللي يعجبكم. عايزين تعملوا رز بالخلطه، رز ابيض، اللي يعجبكم. ما شاء الله الاكله كانت لذيذه وما خدتش وقت جدا، ما خدتش وقت خالص. شايفين ما شاء الله، والصوص اللي فيها تحفه. الصوص ده محتاج رغيف عيش بلدي وتغمسي بيه حاجه كده لذيذه. جربوا الوصفه دي وان شاء الله تعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. وما تنسونيش في الاشتراك في القناه. باي باي.